موشن ومؤخرا بريمير برو على اجهزه الايفون. برامج كتير مش عارف تبدا منين، ودايما تخش في حيره اشتغل بالاداه دي ولا بالاداه دي. يلا بينا نشوف. نبدا باشهرهم. كاب كات فيه العديد من المميزات الصراحه، وكونه ان هو موجود على اغلب الانظمه زي الكمبيوتر، الاندرويد، الايفون، يتيح لك ان انت تتنقل بين انظمه كتير وانك تتطور فيه بشكل كبير. بس مؤخرا في مميزات كتير اتقفلت وبقت موجوده بشكل مدفوع. في ان البديل الافضل ليه، وهنشرح ليه هو البديل الافضل ليه. واجهه بسيطه، في 90% من المميزات بتاعه كاب كات احترافي، نتيجه قويه مقارنه بباقي البرامج. انشوت مونتاج على الخفيف مع وجود الووتر مارك اللي لازم تدفع لها اشتراك عشان تتشال، ولا يقارن ابدا كات او في ان في المستوى. نيجي اللايت موشن، وده انا بشبهه بافتر افكت بس نسخه الموبايل. المونتاج بتاعه حلو وبيعمل موشن مقارنه بالكمبيوتر، بس انا شايف في نقطه معينه مش هينفع نروح ليها اللايت موشن. اولا هو مش ابلكيشن مونتاج، وابلكيشن جرافيكس اكتر. بس انا في نقطه دي غلطه بيقع فيها اغلبيه المونتيرز، وهي بتبقى بسبب فشل الصراحه. انت لو عاوز تتطور لايت موشن مش موجود منه نسخه للكمبيوتر. لما تيجي بعد كده تعوز تتطور، انا عاوز مثلا اتطور اطلع للبي سي. انت لو معاك في ان ولو معاك كاب كات هتطلع تتطور ستيل بنفس البرنامج. هيبقى في اوبشنز اعلى، وهيبقى معاك ان كاب كات مدفوع، بس ساعتها ادفع يعمل اشتراك وانت هتروح نسخه احترافيه اسمك عليت شويه ليفل قبل ما تنقل على بعد كده. حاجه بريمير برو نازل بواجهه بسيطه، واخد طابع بريمير اللي على البي سي، في بعض الاضافات الكويسه جدا، بس بهذا المستوى اللي موجود حاليا من خلال مشاهدتي للتجارب اليوتيوبرز التانيين، هو ما ينفعش وما يقارنش برضه حاليا في ان او كاب كات على نسخه الموبايل فقط تقارن بهم اصلا. ان هو يضيف ميزات كتير بقى في بنات اكتر، وخصوصا انه على تليفونات الايفون او اجهزه الايفون. لا هو هيبقى نمبر 1 وهيخبط كاب كات ان لو بني او بقى في نسخ. مثلا شرح بسيط عن ابرز البرامج الموجوده على التليفون. اعمل اللايك واشتراك وشير القناه. ما تنساش تدخل في شرح الفي ان بالكامل مع تطبيق عملي عليهم. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.